يعني ايه الساس ببساطة، ليه هو النموذج الأقوى دلوقتي في السوق الرقمي، وازاي ممكن تبدأ مشروع الساس الخاص بيك حتى لو مش مبرمج او ما عندكش خبرة تقنية كبيرة. فلو انت مهتم بكل الكلام ده، كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا. قبل ما نتكلم عن ازاي تبدأ لازم نفهم يعني ايه ساس. الساس هي اختصار ل Software as a Service. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدل ما تبيع البرنامج بتاعك لواحد يدفع لك مرة وخلاص زي ما كان بيحصل زمان، لا، انت بتقدم البرنامج ده كخدمة مستمرة، والمستخدم بيفضل يدفع لك عليها اشتراك سواء كان كل شهر او كل سنة. يعني بدل ما العميل يشتري البرنامج ويحطه على جهازه، هو بيستخدمه اونلاين من خلال المتصفح او الابليكيشن. كل البيانات بتكون متخزنة في الكلاود، وده معناه انه يقدر يوصل له من اي مكان وفي اي وقت، ومن غير ما يقلق من التحديثات او الاعطال، لان كل ده بيتعامل معاه تلقائيا. طيب خليني اقولك شوية امثلة عن الساس. نتفليكس، الناس بتدفع اشتراك شهري علشان تشوف الافلام والمسلسلات، لكن المنصة نفسها عبارة عن برنامج بيقدم لك الخدمة دي. كانفا للتصميم، مش لازم تنزل فوتوشوب ولا تتعلم برامج تقيلة، كل حاجة اونلاين والتصميمات بتتخزن تلقائيا. زوم للميتينجز، بتستخدمه من غير ما تنزل حاجة تقيلة، وبتقدر تعمل اجتماعات وفيديوهات بمجرد ان انت بس تعمل تسجيل دخول. وحاجات تانية كتير زي جوجل ورك سبيس ونوشن، والقائمة تطول. شوف الفيديو كامل على اليوتيوب، اللينك في البايو او في اول تعليق.